حبايب قلبي عاملين ايه؟ ايه رأيكم كده نيجي نعمل احلى واطعم حواوشي فراخ؟ هتعمليه. عملت 12 سندوتش ب 100 جنيه بس. تعالوا نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونشوف هنعمل ايه. حواوشي يعني بصل. جبت 5 6 7 بصلات بقى ضربتهم في الكبة وعصرتهم جامد، ونرمي المية علشان خاطر ان المية ديت هتبوش لك الساندوتش. وجبت كام قرن فلفل، عندك ابيض عندك اخضر عندك احمر عندك اصفر، حطي فيه، المهم يبقى فيه واحد يبقى حامي. بعد كده نزلت بقى بالشاورمة الفراخ، دي السر بتاعنا. جبت شاورمة فراخ واديتها تكتين قولوا معايا في الكبة. نعمتها شوية عشان تبقى خاطر شبيه اللحمة المفرومة. وقمت جايه كان عندي حته ليا برضو ضربتها في الكبه ونزلت عليها. وقمت جايب ببهارات التكه حبيبه قلبي وبهارات الحواوشي والفلفل الاسود ورشه من الملح وثلاث اربع معالق من الدقيق عشان يمتص معايا الميه بتاعت الفراخ. وبعد كده هتقومي ماسكه مقلباهم تقليبه جميله جميله جميله. عايزه اقول لكم ان حواوشي الفراخ بيبقى تحفه تحفه، وبيطلع لك كميه كبيره جدا. عملت 12 سندوتش ب 100 جنيه وبس. بعد كده انا طبعا قلبت كل المكونات دي مع بعضها، اللي هي خلطة الحواوشي وحتة اللية والفلفل الاخضر والبصل والملح والفلفل الاسود والتكة، وتحطي مع البصل مكعب مرقة بالدوني فظيعة. جبت العيش بتاعنا اللي هو العيش بتاع التموين اللي بنجيبه بالتموين العادي بتاعنا دوت، وفتحته من فوق بايديا كده، سهله تفتحيه كده هيتفتح معاكي. وهتجيبي بقى حته كده تكوريها زي الكوره وتفرديها. اهم حاجه يا ست الحلوين يا ست الناس، هتقومي تفرديها قوي كده بايديكي وتبططيها عشان تضمني ان الرغيف كله بقى متوزع فيه الحشو بتاعك. حلو لحد كده. تصلي معايا على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كرم رسول الله الله اكرم، فهل فقير بين الكرمين يحرم؟ يلا. بعد كده اهو زي ما انت شايفتي كده، هتجيبي رغيف رغيف وتقومي تفردي فيه الكوره وتفرديها وتسويها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اوريدي في الخطوه ديت انا كنت قايده الفرن بتاعي على اعلى حراره. عايزه اقول لك، عايزه تعمليها على البوتاجاز في كل رغيف تحطي معلقه سمنه تمام. بس انا عن نفسي بديله دهنه واقوم احطه في الفرن، بيطلع مقرمش وكد بصوا فظيع، هتشوفوا في نهايه الفيديو. هنا كنت خلاص شفت الكميه، اللهم بارك اللهم بارك على الكميه اللي طلعت من كيلو الشاورما يا جماعه، ام 75 جنيه الكيلو. هنا جبتها وجبت سيحت سمنه على حبه زيت على البوتاجاز، وهتقومي جايه مديه لكل رغيف كده رشه كده زي ما انت ايه، زي ما انتوا شايفين رشه، لان خدوا بالك الفراخ بتطلع نسبه دسم. فكده كده ما تغرقيش الدنيا قوي، لان اصلا هتلاقيه ايه وايه الدسم بتاعها طلع. طبعا انا هنا مسكت واحد واحد حطيته وهقوم احطه في الفرن. وكان عندي بتنجانيه في التلاجة طلعتها وعملتها احلى واطعم بابا غنوج، ببقى اعمله معاكم بعمله رهيب. وكان عندي كده بطاطستين، طبعا احنا في اخر الشهر يا لوزة شغلي دماغك كده. وقمت جايه جبت بطاطستين 3 حمرتهم للعيال، وعايزه اقول لكم اكلوا وشبعوا، ولسه فاضل جوه يجي 3 رغيفه برضو يعني بصوا، موفره موفره. عندك بقى جبنه موزاريلا حطي في النص، عندك اي حاجه حطيها في النص بتخليه روعه. بس انا عن نفسي انا نجست، لان احنا طبعا حوارات كتيره قوي اليومين دول، واكل وشرب وعيال ودروس ومدارس وتقييمات وامتحانات. بصوا بقى القرمشه، بصوا بقول لكم بصوا القرمشه بالله عليكم، بصوا شغل فاخر من الاخر ولا لا؟ ها فظيع. 75 جنيه تروح للراجل قولي له انا عايزه شاورمه فراخ. شاورمه الفراخ هتديها ضربتين كده في الكبه على فلفل اخضر احمر اصفر اللي عندك، المهم قرن حراق، وتضربيهم وتقومي جايبه حته ليه عشان تديكي طعم، هتنقلك كده في مكان تاني. وتقومي جايبه بقى كام بصله كده كبار تضربيهم على بهاراتك اللي عندك، وحطي واعملي بصي الجمال. عايزه اقول لكم السندوتش اصلا تقيل من اللي انا فعلا حاشيه. انت بقى ممكن ما تبقيش تمليه زي كده، هيطلع معاكي يجي 15 رغيف. بس انا صراحه حبيت اللي انا عاملاه للاولاد. هنا بقى دي كانت سلطه البابا غنوج، رهيبه والله رهيبه. كانت اكله جميله، كانت اكله خفيفه، كانت اكله ممتعه. عايزه اقول لكم جربوها وهتدعوا لي فيها، جميله جميله واخف من اللحمه، تغيير. ده كان الفيديو بتاعي النهارده بقى، جربوا حواوشي الفراخ وهتدعوا لي فيه، واشوف اشوفكم بخير، ونشوف بعضينا في الفيديو الجاي. مع الف سلامه.